لدي بعض الأصدقاء لديهم قناعة راسخة على أن دولة الإمارات العربية هي أصل الشرور في العالم العربي. هذه الفكرة يتبناها العديد من الأفراد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على الخصوص، ويتبناها كذلك حتى الإعلام الرسمي لبعض الدول التي تتعارض مصالحها مع الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية تتهم بالتدخل في النزاعات الإقليمية والتي تساهم في تقسيم الدول وتشظي المنطقة، حيث تتهم بدعم الدكتاتوريات على حساب الديمقراطيات وبخدمة الأجندة الإسرائيلية والأمريكية على حساب مصالح شعوب المنطقة. لكن وبعيدا عن ضجيج المقاهي والإعلام الموجه، هل ما تتهم به الإمارات العربية المتحدة كله صحيح؟ وهل هذا السؤال منطقي أصلا حتى يطرح؟ أولا، أنا لست هنا لأدافع عن طرح معين، أنا سأحاول أن أفهم الأمور من منظور واقعي وبعيدا عن العاطفة. كما نعرف جميعا، الإمارات العربية هي دولة حديثة النشأة، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول العربية، وهذا ليس عيبا. العيب هو أن ترهن الدول عقول شعوبها بالماضي. تأسست الإمارات العربية سنة 1971، أي بعد 9 سنوات على تأسيس دولة الجزائر الحديثة التي تأسست سنة 1962. لكن حين نتأمل تجربة الإمارات العربية نجد أنفسنا ليس أمام دولة نفطية غنية فقط، بل أمام مشروع سياسي واقتصادي فريد من نوعه وواع بزمانه ومحدوديته. الإمارات منذ نشأتها تصرفت وكأنها تعرف حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: الموارد تنفد، والجغرافيا لا ترحم، والعالم لا يرحم المترددين. ومن هنا لم يكن بناء الإمارات مجرد عملية تحديث، بل رهانا على المستقبل قبل أن يفرض نفسه.